اهلا وسهلا بيكم النهارده. حقيقه سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، وبتكلم عن برنامج فعلا ثمره شغل كتير ووقت كتير وجهد كتير. انا مينلي متخصص في الفاينانس، في الارقام، والحمد لله يعني ده مجالي من زمان، بشتغل فيه بقالي فتره. والفاينانس عموما الارقام كنت بتعامل معاها من زمان، يعني انا تقريبا دلوقتي نقدر نقول بقالي 19 سنه اكسبيرينس في الموضوع المالي. فكرة الفاينانس ان احنا دايما بنقيسه كأرقام، احنا بنتكلم فيه كأرقام. يعني انا دلوقتي عندي مشكلة في الارقام، دايما بناخد ان المشكلة دايما في الارقام مش فيما وراء الارقام. يعني كنا دايما ما بنجيبش التفسيرات اللي ما ورا الارقام، لغاية ما بدأت ادخل مجال الكوتشنج كده وعرفت ان ورا الارقام دايما في حاجات بترتبط بيها او ليها ارتباط بيها، محتاجين نفسرها بشكل ما. فده أثمر عنه إن أنا بدأت أبحث في مجال المالي وعلاقته السلوك المالي وعلاقته بالمشاعر والإيموشنز والحاجات دي كلها، ونتج عنه البرنامج اللي النهارده احنا بنتكلم فيه، اللي هو الكوتش المالي المعتمد للأفراد. البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده مش محتاج انك تكون من خلفيه ماليه خالص. يعني انا مش شرط اكون دارس حسابات، مش شرط اكون حد دارس رياضه، مش شرط اكون دارس حاجه ليها علاقه بالماث او الاكاونتنج او الفاينانس، ملوش علاقه خالص. احنا هنا بنتكلم على كوتش المالي المعتمد للافراد. البرنامج معتمد من الاي سي اف، معتمد من اكاديميه اركان. طبعا خلوني اخدكم معايا في رحله كده عشان نفهم الاول الفكرة هنا ايه. الفكرة ان احنا اول برنامج معتمد في الشرق الاوسط في الكوتشنج المالي. يعني فعلا ممكن تدور، فعلا مفيش برنامج معتمد في فكرة المال، فكرة الفاينانشال، انك تبقى فاينانشال كوتش او كده. مفيش برنامج تاني معتمد في او عنده الكونسبت اللي احنا شغالين بيه. طيب، تعالى نمشي كده مع بعض من وجهة نظركم، وعاوزكم تكتبوا لي على الشات المشاكل المالية اللي بتقابل الناس كلها. بتبقى في الغالب، هل ناتجة عن أو سببها الأساسي، هل سببها في الأساس هو قلة وعي ولا معرفة؟ قلة معرفة ولا قلة وعي؟ قلة وعي. قلة وعي. حلو الكلام، جميل جدا، مشاركات رائعة. قلة وعي الاتنين. رائع. طيب، ايه انواع المشاكل اللي ممكن تقابل اي حد من الافراد الناس العاديين؟ قلة الراتب، قدرة على كسب المال، مصروفات أكبر من الدخل، عدم التحكم في الصرف، الادخار، الديون، السيولة. رائع جدا، رائع جدا 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 اللي حضراتكم كتبتوه. طيب، أنا بصفتي خبير مالي كنت زمان دايما أتكلم مع الناس على حاجتين: الادخار، الاستثمار، وينتج عن ده او يبقى في خلالهم. عشان نقدر نوصل لمرحلة الادخار والاستثمار لازم نشتغل على التحكم في المصروفات. بعدين اكتشفت حاجة، ان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده نقدر نسميه النتيجة. خلف النتيجة دي في سلوك كبير جدا. بدون ما تغير السلوك ده وتعدله، استحالة توصل للنتائج اللي احنا بنتكلم عنها. ايه اللي بيحصل؟ اي مستشار مالي دايما يجي معاك، يدخل معاك، سواء اذا كنت هتدخل زوم ميتنج او حتى هتقابله فيس تو فيس، هو بيتكلم في حاجة: ازاي تستثمر، ازاي تدخر، ازاي تقدر توفر. لكن ما بياخدش باله بشكل كبير من السلوك اللي خلف النتائج دي. لذلك تقدر تقول ايه؟ ان انا كل حاجة عندي ليها سبب اللي هو السلوك، وده العارض او الظاهر اللي بيظهر بره. فاحنا قبل الكوتشنج المالي كنا بنعالج ده، بنعالج النمبرز، بنعالج الارقام. انا هقعد معاك نسجل مصروفاتك ونشوفها. لكن سؤال، هو ايه المشكله اللي مخلياك تقع في فكره ان انت مصروفك اكبر من دخلك؟ اكيد ليها علاقه بالسلوك. احنا في الجانب المالي في الاغلب ما كناش بناخد بالنا من النقطه دي اصلا. فكره ان انا ما بشتغلش على السلوك، انا بشتغل على النتيجه، على فكره الادخار، فكره الاستثمار. سوق الكوتشنج المالي
فعليا بدات البنوك والمؤسسات الماليه تعين كوتشز ماليين يقعدوا مع العملاء. لان خلي بالك احنا بنعاني في حاجه، ايه هي الفكره؟ الفكره اللي احنا بنعاني منها ان معظم اللي بيقدموا الخدمات الماليه او بيحاول يتواصل مع الناس هو في الاساس هو مش مستشار مثلا. هو تقدر تقول هو بياع لابس لبس مستشار، سيلز مثلا، تقدر تقول عليه كده. تقدر تسميه يعني مثلا في البنك، انت مجرد ما بتروح البنك ايه اللي بيحصل معاك؟ بيبدأ يجذبوك بأي شكل من الأشكال، أو حتى اللي بيكلمك ده في الغالب بيكون سيلز، بيكون سيلز مبيعات، لكن هو ممكن لابس بدلة مستشار، لكن هو فعليا مش حد خايف عليك، مش حد بيتكلم من مصلحتك. هو في الآخر بيهمه إن هو يجيب عميل، فيهمه إنه يجذب العميل. فبدأت البنوك تعمل إيه؟ بدأت البنوك والمؤسسات المالية عموما تعين كوتشز من باك جراوند فاينانس يبدا يشتغل مع العميل. انت عاوز ايه؟ سلوكك شكله ايه؟ طيب احنا ممكن نحسنه ازاي؟ المهنه بتاعت الكوتشنج المالي، كوتشز الماليين، بدات تزيد بالنسبه 23 في سنه 23 وسنوات من 23 ل 33 بتزيد بمعدل نمو تقريبا 17%، وده معدل سريع. اذا المهنه عليها طلب، المهنة عليها طلب. طيب هل بتتطلب المهنة ان انا اكون كوتش مالي ان انا اكون عندي دراسة سابقة؟ لا، الموضوع مختلف. فكرة المعتقدات والبليفز اللي موجودة عندنا ان انا لازم اكون من خلفية اكاونتنج او فاينانس او لا، ده مش شرط. الشرط الاساسي ان انا ابقى فاهم افسر الارقام بتاعة العميل، وهنشوف دلوقتي ده في الكوتشنج بيحصل فيه ايه بالظبط. طبعا احنا قلنا ان ده اول برنامج معتمد متكامل باللغة العربية، طبعا بتقدمه منصه رشيد ومعتمد من الاي سي اف وليه الاختبار. طيب مين اللي ممكن ياخد البرنامج ده معانا؟ اي كوتش او مدرب وبيدور على تخصص نادر. طيب هو تخصص نادر يعني إيه؟ يعني تخصص جديد، انت بتدور على تخصص جديد تبدا تشتغل فيه. وللعلم الكوتشز اللي شغالين في الفاينانس او الفاينانشال كوتشز قليلين جدا. ولو حد فيكم تابع، يمكن الامارات، السعوديه، سلطنه عمان حاليا بدات الدول تعمل حاجه اسمها الثقافه الماليه، تعلم الناس. ليه بقى لا بداوا يعلموا الناس؟ لانه لاحظوا ان ديون الافراد كبرت بشكل كبير. يعني ايه؟ احصائيات كده بتتقاس في كل الدول. ديون القطاع العائلي، هم يسموه القطاع العائلي، بقت كام من كل الديون اللي البنوك مصدراها؟ النسبة دي لما بتكبر بشكل ما بتدي انطباع للدولة ان في مشكلة في الاستهلاك. طب ايه الحل؟ نبدأ نعمل برامج توعية مالية. فبدأوا يبقوا محتاجين ناس تبدأ تتكلم، ده تريننج، ده شغل تريننج بشكل ما، تتكلم في فكرة الفاينانس، تعلم الناس السلوك ازاي، الصرف شكله ايه، الايراد شكله ايه. طيب ايه بقى؟ اذا اول حد مناسب ليه البرنامج كوتش او مدرب حالي بيدور على تخصص عادي جدا، حتى لو مش من خلفيه ماليه. ممكن يكون حد خبير مالي هو كان شغال استشارات وناوي ان هو ياخد البارت بتاع الكوتشنج عشان يكمل معاه. رائد اعمال او صاحب بيزنس، وده على فكره احنا بدأ دلوقتي، يعني احنا في رشيد الحمد لله بدأ يجي لنا شركات بتحتاجنا يوم اتنين ندي جزء في الفاينانس. يعني اللي فيكم شغال مع الكوربريت يعرف ان الشركات دلوقتي بتهتم بحاجه اسمها الويل بينج، اللي هو بيسموه الويل بينج، اللي هو تقدر تقول علم بالعربي علم الرفاه علم الرفاه يعني، او ان ازاي تكون احسن نسخه من نفسك. طيب جزء من الويل بينج ده جزء الفاينانس. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ ان هم بيجيبونا يوم او اتنين نبدا ندي للموظفين فاينانشال اديوكيشن او فاينانشال، احيانا كوتشنج، جلسات نقعد نتكلم معاه. فبدأ يبقى في طلب سواء من الكوربريتس او كده. طيب اي شخص بقى عنده شغف وبيحابب يساعد الناس في رحلتهم المالية. طيب حابب اتكلم اكتر عن المنهج. انا صراحة المنهج بتاع الفاينانس بتاع الكوتشنج المالي خاصة ورشيد عموما فكرته قايمة على كونسبت الثقافة العربية بالأساس. ويمكن أنا وضحت ده في أكتر من لقاء، ويمكن لو دخلتوا على صفحة رشيد هتشوفوا ده. فكرة إن إحنا بنرفض مصطلحات وبعض الكتب اللي موجودة من بره غير مطابقة لثقافتنا، فبالتالي إحنا نقطة انطلاقنا مختلفة شوية. طيب زي ايه؟ يعني مثلا اكبر مثال شهير بنتكلم فيه ويمكن ناس حضرت معايا الفرق ما بينهم، فكره الذكاء المالي. احنا ما عندناش ذكاء مالي، احنا عندنا رشد مالي. فاحنا
ده الاساس اللي قايم عليه فكره الفاينانس عندنا، ان في اختلاف ما بيننا وبين بره. طيب ده واحد اتنين. فكره ان انا بيجي لي عميل، ما هو ده بقى ثقافتنا، وده اللي مش هلاقيه في كتب بره. احيانا يجي يقول لي ايه، انا عندي ذهب، الزكاه بتاعته تتحسب ازاي؟ ايه ده؟ طب انا ككوتش بقى محتاج ابقى فاهم ده، الكونسبت دي بتتحسب ازاي؟ يعني انا ازاي كام جرام المفروض ان هم يكونوا من غير زكاة؟ بعد كده الزكاة النصاب بتاعها كام؟ طب بلاش دي. طب انا يا كوتش دلوقتي، انا يا كوتش ممكن اعمل، يعني ممكن ادخل في مجال الذهب ولا ادخل في مجال العقارات، الاستثمار العقاري؟ فالمادة العلمية شوية متخصصة على دولنا. مثلا معظم الكتب اللي انت هتقراها اجنبيه او تشوفها في الغالب بتتكلم عن سوق الاستثمار الامريكي. انت محتاج تقاعد خارج، تقاعد بره، محتاج تشتري سندات. احنا الحاجات دي مش في ثقافتنا ومش موجوده عند العملاء. طيب انا ككوتش بقى محتاج ابقى ايه؟ ابقى فاهم ايه اللي موجود عندنا ومن مجتمعاتنا اصلا. لذلك على فكره احنا مادتنا ومنهجنا كله مبني على الواقع اللي احنا بنعيش فيه دولنا، مش طالع بره. وان كان في جزء هتشوفوه دلوقتي بيخلي الكوتش يبدا يشغل دماغه وينتقد الحاجات اللي بره. انت بتقرا معانا الكتب اللي بره وتبدا تشوف، يعني مثلا كتاب زي سيكولوجيا المال مثلا، انا دلوقتي قرأناه، ايه الفرق ما بين ايه اللي قابل للتطبيق عندنا وايه اللي مش قابل؟ ليه؟ لان ده بيخلي الكاستمر يدخل في حاله دايره مفرغه، انا عمال اقرا بس مش بطبق، مفيش حاجه ما تنفعش. ايوه، ما انت نسيت ان البيئه غير، البيئه مختلفه. فلذلك المنهج العلمي بتاعنا مبني من الواقع بتاعنا بناء على اللي احنا عايشينه. طيب النقطه الثانيه ودي اجمل شيء في البرنامج، انه اول برنامج يربط السلوك واعماق النفس بالفلوس. مثلا دلوقتي انت العميل هيجي لك ككوتش، لما بيجي لك العميل بيعمل جلسات هو بيديك ارقام، مصروفات، ايرادات. انت ازاي تقدر تستخرج من الارقام دي المشكله او السلوك اللي فيه مشكله ومحتاج يتعدل؟ وايه علاقته ب السلوك النفسي، او تقدر تقول ايه علاقته بالجانب النفسي اللي موجود عنده؟ طيب هو ليه الصرف في الجانب ده متكرر؟ طب هو الصرف ده ضمن الحد الطبيعي ولا في شيء محتاج يتغير؟ طب هي ايه الامراض الماليه اللي ممكن تصيب الناس وازاي يتعالج منها؟ طب هو ازاي يرتب المال ده في حياته شكله ايه؟ كل ده احنا بنقوله في البروجرام وبنغوص فيه بالعمق كمان، لدرجه ان احنا بنتكلم على الامراض الماليه وعلاقتها. طب وازاي انا ككوتش اتعامل ازاي؟ ايه الاسئله اللي اقولها؟ دي نقطه. طبعا بيبقوا تدريب مباشر، وعلى فكره بفضل من الله البرنامج متغطى من اكتر من كوتش. في بقى مهارات جوه فكره الثقافه الماليه نفسها بتاعتنا، لازم تبقى فاهم احنا ثقافتنا الماليه ماشيه ازاي، استثمارنا بيمشي ازاي، التكنولوجيا الماليه. دلوقتي على فكره مفيش اكتر من ابلكيشنز. كل واحد فينا في اي دوله دلوقتي يجي لك ابلكيشن يقول لك استثمر عندي، حط فلوس وخد عائد في الذهب، في العقار، ازاي اقدر اقارن بين دول؟ مين الاحسن؟ ايه اللي ينفع؟ طيب البرنامج بتاعنا مبدئيا، البرنامج بتاعنا بيمر برحله بتبدا اول حاجه بمهارات الكوتشنج. اول حاجه، ودي ده متطلب من متطلبات الاي سي اف، الكور كومبتنسي بنسميها، او نسميها الجدارات الرئيسيه للكوتشنج، ودي طبقا للكوتشنج بندرسها مع بعض، وطبقا لمنهج الاي سي اف بندرسها. طيب اتنين، التفكير النقدي والتحليلي. ايه ليه التفكير النقدي؟ هقول لك ليه. لان احنا واخدين الكونسبت بتاع الفاينانس من بره زي ما هو عندنا. طيب وبعدين ايه اللي حصل معانا؟ في ايه المشكله اللي حصلت هنا؟ ان حصلت انها غير قابله للتطبيق عندنا. اقرأ مهما قرأت، في الآخر هتلاقي نفسك أنا بعيد. طب أنا أعمل إيه؟ محتاج تنتقد وتحلل. فلازم تبني المنهج النقدي عندك ككوتش مالي. الكتب اللي جايه من بره دي تنفع ولا لا؟ يعني يا جماعه، يعني انا بتضايق جدا، بتضايق جدا لما اكون حاضر لحد من باك جراوند فاينانس او حتى بيتكلم في الفاينانس وبيذكر مصطلحات من بره زي ما هي، هو حتى ما فكرش هي قابله للتطبيق، معناها ده ايه؟ يمشي عندنا ولا ما يمشيش؟ وده بيختلف مع ثقافتنا. طب بيعمل ايه في العميل بقى؟ بيعمل ايه في العميل؟ بيخليه بيوصل لمنطقة سد، خلاص هو مش عارف يحل، مش لاقي حل، لانك انت مش محلل طبقا لثقافته. والعلم الفكر النقدي والتحليلي ده هيخليك توصل لمرحلة انك تفهم الفكرة، مش ان العميل عشان يبقى يوصل للمنطقة اللي انت محتاج توصلها له
هو مش محتاج يحرم نفسه من كل حاجه ولا انه يصرف. هو في مرحله كده بتخلي العميل فيها، وبتحاول انك انت تصلح اي اخطاء في الماضي بقى. في حاجات كتير جدا، حاجه بتكون موجوده بقى، مشاعر، سلوك، بتاثر على كل ده. بعدين بندخل في الثقافه الماليه والتخطيط. وهنا بقى في نقطة لازم نتعرف عليها، ان احنا طول البرنامج مش بنكون لابسين قبعة الكوتش بس. احنا احيانا بنلبس قبعة الكوتش، احيانا بنلبس قبعة الكونسلتنت، احيانا بنلبس قبعة المنتور. دي نقطة مهمة. طب ليه؟ لان مثلا انا بيطلب مني اعمل خطة، فانا لازم افهم اساسيات الخطة شكلها ايه، الخطة المالية بتتعمل ازاي، ايه محتوياتها، ازاي العميل. وانا ككوتش يكون عندي التمبلت بتاعي اللي هو قبل ما يجي لي في الجلسه ابقى فاهم هو واقف فين اصلا. يعني ايه؟ يعني الخطه قبل ما تبدا، انت كعميل حياتك الماليه شكلها ايه؟ عليك ديون؟ موقفك المالي صافي الثروه اصلا شكله ايه؟ انت واصل في اي مرحله دلوقتي؟ وبالتالي محتاج اعرف ابني للعميل خطه. الخطه دي بيبقى ليها تمبلتس معينه، وبنبدا نحدد هو واقف فين، هو مشكلته في ايه. ده كده الثقافه الماليه. ندخل بقى الثقافه الماليه والتخطيط دي بقى، بيدخل فيها اكتر من حاجه. يدخل فيها المصروف. ايه المصروفات؟ طب سؤال، هو المصروف ده طبيعي كده ولا هو عنده مشكله فيه؟ طيب نبدا بعد كده نخلص ده، و ننتقل الى فكره الاستثمارات. نبدا بقى نتطرق، هتلاقوا كل مره محاضره او محاضرتين حسب كل حاجه بتتكلم في شيء معين. مره او محاضرتين تقريبا هيكونوا في استثمار في العقارات. طب هو العقار يعني العقار ده مفيد بيجيب فلوس، العائد بتاعه عامل ايه؟ طب ازاي اقيس استثماري في العقار؟ طب هو نسبته كام، نسبة العائد عليه كام؟ طب العميل لما يجي يسألني هو الاستثمار في العقار ده بيبدأ في ايه؟ طب ابدأ احط فلوس في عمارة، في عمارة لسه بتتبني، ولا اشتري شيء واجره؟ انا لازم ابقى فاهم ده كله ككوتش، واقعد مع الكوتشي العميل افهمه ده بالتفصيل واتكلم معاه. طيب بلاش، في دلوقتي ابلكيشنز، في ابلكيشنز هتيجي تاني دلوقتي، ابلكيشن بتستخدم يقول لك ايه، انت ليه تشتري عقار؟ اشتري معايا سهم في الابلكيشن واحنا بنتاجر لك في العقار. طبعا ده بنشرحه بالتفصيل الممل في موضوع العقارات ده. اتنين، ذهب، برضه سيشنز. الذهب، هل التجارة فيه صح غلط؟ طب هو انا اشتريه سبايك ولا اخده اسهم في البورصة؟ طب هو طب التجاره دي كده مستصاغه؟ يعني انا ممكن اروح اشتري ذهب واجي. طب انا لو اشتريته ايه الاحسن ليا احطه؟ طب هينفع اخزنه في البيت؟ طب بلاش اخزنه دي. طب انا دلوقتي حابب اتاجر فيه، هو اصلا بيجيب شورت تيرم بروفيت او انكم؟ طب هو ينفع كاش فلو؟ ينفع من الذهب اخد كاش فلو؟ فلازم تبقى فاهم ده ككوتش مالي. البورصه، الاسهم والسندات، محتاج تبقى فاهم اسواقنا ماشيه ازاي. بيجي حد يفهمك السوق. خلي بالك، انت مش هتدي نصيحة للعميل لان ده مش وظيفنا. يعني في الغالب احنا مش هندي نصيحة، بس احنا بنوعي العميل ونوصله لوعي معين انه يبقى عنده القدرة ياخد قراراته. فما ينفعش انا ابقى قاعد في سيشن وما عنديش باك جراوند او خلفية عن كل اللي احنا بنتكلم فيه. امال حضرتك فاينانشال كوتش بناء على ايه؟ هي الفكرة مش مصروف وايراد وازاي تتحكم فيه وازاي تكنترول على المصروف، مش هي دي، مش ده بس. طيب العملات، يجي لك عميل ممكن يجي لك الجلسه كلها يقول لك انا عاوز اخاطر وادخل في البيتكوينز. هو جاي بيتكلم في هو على فكره، ويمكن اللي فيكم هيبدا يشتغل في الفاينانشال كوتشنج دي ملحوظه هتلاحظوها، معظم مواليد ال 2000 فما فوق عنده فائض، ما عندوش عجز. يعني انا عارف اللي كل اللي قبل ال 2000، السبعينات والستينات والثمانينات، الديون اكتر. لما تقعد مع شباب مواليد 2000 2002 من اكتر من دوله، بيجي لنا عملاء تتفاجأ بحاجه غريبه جدا، لا هو عنده فائض وعنده فائض كبير كمان. فيجي يدخل معاك سيشن كامل يقول لك انا الفلوس، انا معايا فلوس زياده وعاوز اسالك بقى، يعني استثمر في البيتكوين ولا ادخل احط انفستمنتس في الكريبتو كرنسيز ولا اعمل ايه؟ يعني ادخل في العملات. طب يبقى انت محتاج تبقى فاهم اصلا يعني ايه عملات الكترونيه، منين يشتريها، ايه اللي بيحصل فيها، بنباعها ازاي، طيب المتاجره فيها بتتم ازاي، ايه اللي بيحصل. ده شغل مش بسيط. طيب عرفنا كل ده، بننتقل للمرحله اللي بعدها، بنتكلم بقى في الزكاه والصدقات وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. دي نقطه هامه جدا.
جدا جدا جدا. يعني ايه بقى؟ يعني فكره ايه؟ احنا برضو لازم نراعي ثقافتنا في برامجنا، ده حقنا. فكره ايه؟ ان انا دلوقتي بيجي لي ناس كتير جدا، يعني مثلا سؤال من ضمن الاسئله اللي جت في جلسه، بقول لك ايه، هو الذهب مش المفروض ممكن ياكل الزكاه، تاكل الارباح من الذهب؟ طب انت لازم محتاج تبقى عارف الزكاه دي بتتحسب ازاي وكام وعلى مقدار قد ايه. تمام. بلاش دي. يجي يقول لك طب انا بقول لك ايه، احنا لو جبت لو جبت شقه او اجرتها او عقار واجرته، الزكاه عليه سنويا هتنقص منه قد ايه؟ فانت محتاج تبقى فاهم ده، ومحتاج تبقى فاهم ايه الصح والغلط في المعاملات اللي بتتم دي. دي نقطه مهمه جدا، ان انا ابقى فاهم هو الذهب ده ايه الصح فيه وايه الغلط. طب بلاش ده، هل ينفع اشتري ذهب في ابلكيشن؟ انا هنا مش بفرض فكري على العميل، بس انا لازم ابقى فاهمه. ما انا وارد عميل يجي لي ما يكونش عنده الثقافه دي، بس انا فاهم حاجاتي، انا داخل بالتولز بتاعتي، داخل بادواتي فاهمها. انا مش مستني حد يفهم، لا انا فاهم. فدي نقطه كبيره جدا. طبعا يعني انا اكاد اجزم ان مفيش برنامج فاينانشال كوتشنج في الوطن العربي بفضل من الله وصل للعمق اللي احنا فيه ده. احنا بالعكس، لا ده كده البرنامج شامل لمعظم المجالات اللي احنا بنتكلم عليها. طيب، الزكاة والصدقة طبعا، والحتة بقى الجزء المعاملات هنا شكلها ايه. الجزء المهم بقى التكنولوجيا المالية. ايه التكنولوجيا المالية؟ شفت كل التجارات اللي حضرتك اتكلمت فيها دي فوق، العقارات والذهب والبورصة والعملات الرقمية، كل التجارات دي اصبحت دلوقتي بابليكيشنز. الجماعه زمايلنا اللي في السعوديه عندهم ابليكيشنز، في عمان عندنا ابليكيشن بدات تطلع، في مصر في ما شاء الله ده ابليكيشنز كتير جدا. حاجه كمان بدانا نسمع ايه، الابليكيشنز دي في بعض الدول تطلع اسبوع اسبوعين، ويحصل ايه، تاخد فلوس الناس وتهرب. حصل كتير جدا في ابليكيشنز طلعت، يقول لك استثمر معايا في الذهب، تحط الفلوس معاه فجاه واحده ابليكيشن يختفي. طيب، ابلكيشن تاني بيجي يتكلم فيه مثلا استثمار في العقارات، استثمار في البورصه، يقول لك انت اكيد مش عارف تستثمر في البورصه، فانت ليه تتعب نفسك؟ انت افتح محفظه، حط فلوسك معانا، فلوسك بتزيد. انا ككوتش بقى قبل العميل لازم ابقى فاهم الابلكيشنز اللي في السوق شكلها ايه وبتشتغل ازاي وبيعملوها ازاي وايه اللي بيحصل فيها، وازاي واذا كنت ناوي اعمل واذا كنت ناوي اعمل ديسكاونت لحد، اعمله ازاي وبناء سوري، اعمل ريكومنديشن، عذرا، ريكومنديشن لحد على ابلكيشن، اعمله ازاي وبناء على ايه. دي نقطة مهمة جدا قبل ما اتفاجئ الاقي نفسي العميل جاي لي معاه مشكلة في ابلكيشن قابلته او هكذا. اخر حاجة بنتطرق ليها في البرنامج بتاعنا الامراض المالية. فكرة الامراض المالية دي فكرة بقى ما وراء الارقام، ودول اكتر من مرض متعارف عليهم ومصنفين دوليا على فكرة. في اكتر من مرض. في الامراض دي بتبقى ايه، خلاص بقى دي نابعه عن شيء معين وهو صغير حصل معاه وبقى متاصل فيه. خلوا بالكم على فكره، احنا زمان ما كناش بناخد البعد ده مع الارقام، احنا كنا بنوصل للرقم وتفسيره وخلاص خلص الموضوع ستوب. دلوقتي لا، لازم نبقى فاهمين ليه. لان انا محتاج اغير السلوك عشان النتيجه تتغير. زي بالظبط الناس اللي بتروح دايت وكده، هو الدايت ده الدايت ده الوزن اللي هيطلع ده، الوزن ده هو النتيجه، صح؟ شو النتيجة اللي هتحصل؟ السلوك بقى. الراجل ده محتاج يظبط اكل، محتاج. الموضوع مش سهل. وخلي بالك على فكرة، وهو محتاج يظبط اكل محتاج يظبط المشاعر المرتبطة بالاكل. نفس القصة عندنا في الفلوس، محتاج يظبط الحاجات اللي وراها، لان وارد جدا الفلوس دي يكون ليها علاقة باشياء موجودة في الباب، يعني فعلا انتوا بتقعدوا معانا في جلسات، موضوع المال خاصة ليه علاقة بالمشاعر بنسبة كبيرة جدا، لذلك انت محتاج ترجع مع العميل تفهم مسببات الموضوع ده ايه. فده كده المنهج اللي احنا بنعدي عليه، طبعا في مدتنا طويلة ما شاء الله، بنقعد فترة طويلة نتكلم في الحاجات دي بالتطبيق العملي بتاعها، وبنغطيها كلها بفضل من الله. بعدها بقى بيبقى فيه جلسات، وبيبقى فيه المنتورنج عشان تدخل او تبدا تدخل في السايكل بتاع الاي سي اف، وتبقى جاهز في مراجعه، يعني مراجعه للتيست اللي بيجي في الاي سي اف، وبعد كده تبقى سيرتيفايد فاينانشال كوتش لما تعدي الاختبار بتاع الاي سي اف. ودي دي اعلى جهه تقريبا موجوده في العالم دلوقتي
اعتماد الكوتشز. البرنامج طبعا بيكون محاضرة واحدة في الأسبوع، بتكون مدتها 3 ساعات، 6 ل7 شهور تقريبا قبل ما نخلص. في ال 15 ساعة دول بيكونوا تدريب مباشر، والباقي بيبقى 15 ساعة تدريب ضمن عملي طبعا. وبيبقى فيه تقييم نهائي وبيخلص البرنامج. طبعا بيبقى فيه سيرتيفيكتس، الشهادات المعتمدة، لكن بعد كده انت بتقدم لاختبار ICF. في دورة احنا في رشيد عاملينها اسمها الرشد المالي. الدورة دي موجودة عندنا، احنا شغالين فيها بقالنا فترة، والحمد لله عليها، يعني الحمد لله شغالين. الرشد المالي ايه؟ إدارة المال سلوكه بيبقى شكله ايه؟ التخطيط في الغالب كده. طب هنا لا، انت اصلا محتاج تفهم الكوتشنج، نفسية العميل اللي بتتعامل معاه، الارقام دي بتقول ايه، وايه اللي ممكن يكون عند العميل وما خلفها. كل ده بيكون موجود في CIFC. طيب، طبعا دورة الرشد المالي انا ما بديهاش فيس تو فيس، بنديها فيس تو فيس للشركات. يعني معظم شغلنا في الرشد المالي بيكون كوربريت، لكن هي مسجله، فمعظم العملاء اللي جايين سواء من الامارات او السعوديه بياخدوها مسجله وبيدرسوها او بياخدوها اونلاين. دورة الكوتش المالي لا طبعا ده في تفاعل، بيكون في تفاعل، واكتر من كوتش، اكتر من كوتش بيكونوا موجودين. يعني الفترة الجاية هتلاقونا بنعلن عن اسماء الناس اللي موجودة في البرنامج، لكن البرنامج ثري فعلا. الفئة المستهدفة ده العامة بقى، دورة الرشد المالي ده اي شخص عادي، احنا زبايننا في كل مكان، معانا مهندسين، اطباء، معانا ناس كتير مش قادرة تدير مالها بتيجي. طيب، الكوتش المالي لا، ده شخص فعلا هو عنده نية ان هو يشتغل في مجال الكوتشنج، سواء اذا كان الخلفيه بتاعته ماليه او لا. ممكن يكون كوتش عادي، ممكن يكون مدرب. طيب، الفرصه بعد التخرج طبعا في دوره الرشد المالي انت بتحسن وضعك، بس الشخص نفسه بيحسن وضعه. لكن في CIFC لا، انت بتمارس مهنه، انت بتمارس مهنه. ده الفرق ما بين الاثنين. السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية وشاكرين لكم على اللقاء، وشاكرين للدكتور هيثم طرح المميز، الله يبارك فيه. أنا سؤالي باختصار: هل بفيد الدورة هذه للشخص اللي مختص أو مهتم بتدريب المجموعات أو الشركات، ولا هو فقط مختص فعليا 1 تو 1 يعني للتدريب الشخصي فقط؟ التدريب بيبقى محتاج مهارات TOT بلس انك تكون عندك نوليدج. طيب، البرنامج اللي احنا شغالين فيه ده فيه النوليدج فعلا، يعني ده برنامج فيه النوليدج، فيه فكرة ان انا فاهم اكتر من بعد ان انا اتكلم في ايراد ومصروف، لا انا فاهم حتى انواع الاستثمار، فاهم تفاصيلها. فانت ممكن بعد كده تستخدم المحتوى في التدريب. طيب، هل في طلب؟ سؤال بقى، هل في طلب على تدريب الموظفين او الشركات والكوربريتس وحتى الجهات الحكومية على فكرة إدارة المال؟ بدأ يبقى فيه طلب، وبدأ يبقى فيه طلب عالي كمان. يعني أنا ممكن في الشهر بفضل من الله يجي لي 4 طلبات، 3 طلبات من ناس أنا ما أعرفهاش أصلا، يعني ما كانش فيه بينا أي صلة.
مجرد بس شافوا الفيديوهات، اطلعوا على الاشياء. اه احنا عندنا موظفين محتاجين نعمل لهم 2 دايز تريننج. عندنا الجهه اصبح الاتش ار بيعمل ريكومنديشنز للكورسات الصغيره دي في جزء من الويل بينج، ان انا محتاج ده يكون جزء من الويل بينج. فانت ممكن تاخد المحتوى تطوعه لده، ان انا يبقى عندي محتوى اقدر اقدمه، خاصة انه من المفهوم بتاعنا. تمام. وعشان اكون امين معاك اكتر، احنا برضو عندنا كورس، احنا هو يعني شوية بس كده، ممكن على بداية السنة الجاية هيبقى فكرة تدريب مدربين بقى اكتر. لكن الكورس هنا محتواه ينفع للاثنين، ده واحد. اتنين، الشركات بدأت تطلب ده. ثلاثة بقى، في نقطة أقول لك عليها، الجلسات أربح بكتير من التريننج. وعن تجربة، الباكج دلوقتي بتتباع. أنت في الفاينانشال كوتشنج مش هتقدر تدي العميل جلسة، على فكرة مفيش عميل بيخلص من جلسة. وأنا شايف في فاينانشال كوتشز موجودين، يعني في اتدربوا معانا قبل كده، أو حصل إن أنا قابلتهم موجودين معانا، يقدر يأكد ليك مفيش عميل بيخلص في جلسة. أنت بتبيع باكج. الباكج دي على الاقل 3 جلسات. لو هو بص، لو هو وصل لمرحله جميله جدا، 3 جلسات الباكج دي برقم، حسب انت بتبيع في اي سوق. فاهمني؟ فاللي هتيجي تتفاجأ تلاقي انك بتاخده من الكاستمرز احسن من التريننج بكتير، احسن من التريننج. وخاصه لو الوورد اوف ماوث شغال عليك. يعني ايه الوورد اوف ماوث؟ حد جرب معاك ونقل ده لاهله، وبدا اهله بداوا يتكلموا، ده بيبدأ يعمل معاك تسويق. فتفاجئ تلاقي مثلا الشهر انا عندي 10 عملاء، 11 عميل، كل واحد واخد له باكج. الباكج دي بكام؟ برقم. فانا فاجئ اخر الشهر عندي انكم تاني غير التريننج. مثلا التريننج على العكس، انت شركة هتروح مرة، مرتين في الاسبوع، او سوري مرتين في اللقاء وخلص الموضوع. فلا ينفع، يعني ينفع. اهلا بيك. لو تكرمت، تتكلم عن خلفيات سلوكية ومعتقدات وراء التصرف في المال، أليس كذلك؟ مظبوط. طيب، معذرة، هذا تخصص جميل جدا لكن ما أخص فيه. ما ندري ماذا سندرس من هذه الآية. هل هي عناوين عامة عادية أم إبحار أم ماذا؟ تفصيلا لو سمحت. طيب ماشي، مفيش مشكلة. في المعتقدات السلوكية دي احنا بندخل في انك ازاي تكتشف معتقد العميل في تعامله مع المال، وايه السلوك اللي ظاهر. انت بتبدأ تقيس السلوك ازاي؟ عن طريق انك انت تراقب المصروف او الفلوس. كلمني الرجال، ها؟ انا أنا معاك. ممكن بس نميوت الصوت. اوكي، نرجع تاني. دلوقتي السلوك هو اللي ظاهر، المعتقدات موجودة وبيخالف السلوك. انت جالك شيت مصروفات في مصروف متكرر بشكل ما، انا المفروض ككوتش ابقى عارف ايه؟ اول حاجه، هل المصروف ده طبيعي ولا المصروف ده مش طبيعي؟ طب لو مش طبيعي، ايه المعتقد اللي موجود ورا السلوك ده اللي بيؤدي الى الصرف بالطريقه دي؟ طب انا عرفت المعتقد، هل ده مبني على تروما، صدمات موجودة من الماضي؟ هل ليه علاقة بأمراض موجودة، أمراض مالية، حد صابه صدم، ساب له عميل صدمة بشكل ما؟ ممكن يكون المصروف ده ليه علاقة بأقل حاجة شراء عاطفي مثلا، ممكن يكون بيشبه حاجة تاني، بيشبه شعور معين. فأنت دورنا إن احنا نوصل لحضرتك إنك أنت إزاي تفهم أو تقدر تحلل سلوك العميل من المصروفات اللي جاية، تقدر تشخص إيه اللي موجود عنده في النقطة دي. ده جزء بتاع المعتقدات. طبعا بيدخل فيه جزء كبير جدا بقى فكرة ان انا اعرف المعتقد المعيق، المعتقد المحدد، وتبدأ تفهم الديتيلز بتاعته بالتفصيل. في رحاب ياسين، الخلاصة هو توجيه الأفراد للادخار والاستثمار. ده سؤال. مش شرط على فكرة يا أستاذ رحاب، أحيانا بيجي عميل عنده مشكلة، مش فكر أنا زي ما قلنا الادخار والاستثمار دول دول النتيجة. أحيانا العميل بيبقى جاي عنده مشكلة في السلوك نفسه، مش في الادخار والاستثمار. هو ما وصلش لمرحلة الادخار والاستثمار، ما وصلش لدي، هو عنده مشكلة في السلوك. كان السؤال بتاعتنا، هل تعتقد ان المشكلة المالية سببها قلة المعرفة ولا قلة الوعي؟ وفي فرق بين الوعي والمعرفة. بس احنا على فكرة هقول لكم على حاجة، يعني بما ان ممكن من حضراتكم هيبقى في كوتشز ماليين، احنا في مشكلة بتقابلنا اللي هي، تعرف اللي هو الذي لا يعلم او الذي لا يدري ولا يدري انه لا يدري. دي المشكلة في الفلوس دلوقتي.
ليه؟ العميل لا يدري ولا يدري انه لا يدري. هي دي المشكله. دايما الناس كلها بتتعامل مع الفلوس يقول لك هات لي بس الفلوس وانا هعرف اعيش حياتي، ما تشيلش هم. يعني اديني الفلوس وانا هعرف اشيل حياتي في الموضوع، هعرف اعيش، بس انت مسكني الفلوس. تمام. فكرة ايه؟ ان اديني الفلوس وانا هعرف اتصرف. هي دي المشكلة، وده اللي هيقابلك مع العميل على فكرة. الكل مش مقتنع في فكرة لا انت في مشكلة انت محتاج تحلها. دي نقطة. النقطة التانية بقى في الوعي، في نقطة مهمة جدا، ودي يمكن احنا اتكلمنا عنها في الرشد المالي. فكرة ان احنا واحنا بنبني البرنامج اصلا في الرشد المالي، بنيناه على حاجة كنا بنتكلم فيها كان اسمها هرم الحياة. هرم الحياة اساسه ايه؟ اساسه في الاساس انك تحط الفلوس في مكانها الصح. يعني ايه؟ يعني لو حضراتكم اطلعتوا على الهرم اللي احنا عاملينه في الكتاب مثلا، تلاقي الكتاب مقسم هرم الحياة لثلاث حاجات. تحت الاشياء، اشخاص، انت. اول شيء من الوعي اللي لازم العميل يبقى عارفه مكان الفلوس فين في الثلاث مستويات دول. مكانه فين؟ هي دي النقطة. مكانه المفروض يكون هنا تحت في القاعدة، لكن هو مش كل الهرم، مش كل الحياة. دي نقطة مهمة جدا. فانت معظم العملاء والكاستمرز اللي هيجوا عندك بعد كده، هتتفاجأ تلاقي ان هو عنده مشكلة في الوعي. مكان المال فين؟ حاجة كمان، ان المال جزء من الرحلة، هو مش الرحلة كلها. ده لازم العميل يبقى فاهمه. الأهم بقى ان لازم العميل يبقى عنده خطة للحياة اصلا عشان يجي المال جزء منها. لكن للاسف انت لما تيجي بقى تتفاجأ في الجلسات، تتفاجأ بايه؟ تتفاجأ الاول ان هو العميل على سبيل المثال، لا هو انا شايف ان انا فاهم. انا شايف ان انا فاهم، ولو حد جاب لي فلوس انا هعرف اتعامل فيها. لذلك المشكله في الاساس وعي. وعي. والفرق بين الوعي والمعرفه هو الفهم. النولج موجوده في كل مكان، لكن مين بيفهم؟ هي دي النقطه. هي دي النقطه. طيب الفهم لما بيجي بقى بيبدا ان هو يفهم الكونسبت صح، ويبدا يتجاوب معاك في السلوك. يتجاوب معاك في السلوك يعني ايه؟ خلاص بقى بدأ وعيه يزاد، فهم. طب الفهم ده يبدأ يتحرك معايا. لا طب انا بص، انا خلاص انا هكمل. طب انا بص، انا كنت بصرف لكن دلوقتي مش بصرف. وبتاخد سايكل بنشرحها جوه. فكرة ان ايه؟ انه مجرد ما حصل معاه الوعي بيحصل ايه؟ يبدأ بيعمل الفعل الغلط، بيعمله فترة، بس بيكون عارف وهو بيعمله واعي ان انا غلطان. بيقعد فترة كده اللي هو بص، انا ده غلط، انا عارف انه غلط بس انا بعمله. التردد الصوت الداخلي ده اكتر من مره، اكتر من مره، اكتر من مره، مع الكوتش ملاحظ ده وفاهمه وعمال ينقل العميل او الكلاينت لمراحل، بيبدا السلوك يتحسن، وبالتالي النتيجه تتحسن. بتقابلك بقى حاجه هنا، فكره ان احيانا هو بيصرف مثلا عشان الدوبامين، بيصرف عشان شيء معين، تروما معينه. انت لازم تبقى فاهم ده. لازم تبقى فاهم ده ككوتش، وعارف انت هتوجهه للي بعده ازاي. طب انا دوري بقى ايه اصلا في كل جلسات الكوتشز؟ هو الوعي. هو احنا ليه اهتمينا بالكوتشنج اصلا؟ ان انا ارفع حجم الوعي عنده. المعرفة موجودة. المعرفة موجودة.